أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. ممكن تسمعوا برنامجنا كبودكاست وهتلاقوا الرابط في وصف الفيديو ده. واحنا كمان بننشر حلقاتنا كفيديوهات هنا على يوتيوب. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. سمعتي عن العلاج الجديد اللي شركة بايوجين طلعت نتائج عنه في المؤتمر بتاع سان فرانسيسكو من قريب؟ سمعت عنه. مش ده الدواء بتاع الزهايمر؟ ده الدواء بتاع الزهايمر. عارفة المشكلة الزهايمر دوت مرض برضو العلماء بقالهم فترة بيبحثوا فيه، ولغاية دلوقتي يعني معظم العلماء متفقين ان من ضمن اهم اسباب التطور بتاع المرض ده ان في بروتين اسمه البيتا اميلويد بيعمل كتل في المخ بتاع الناس اللي عندهم زهايمر. طيب، يعني معنى كده ان المفروض العلاج بيكون بيحاول انه يقلل التكتلات بتاعت البروتين ده، مش كده؟ فعلا فعلا في كذا شركة حاولت ان هم يعملوا ادوية. الادوية دي الهدف منها ان هم يقللوا التكتلات بحيث ان هم يحسنوا اعراض مرض الزهايمر عند المرضى اللي بياخدوا العلاج. من ضمن الشركات دي شركة بايوجين، يعني هم كانوا نزلوا دواء زمان اسمه اديوهيلم، ومؤخرا في نوفمبر في المؤتمر بتاعهم اتكلموا على دواء اسمه لاكانيماب بالتعاون مع شركة تانية اسمها ايساي. بيحاول الدواء ده بيستهدف التكتلات بتاعة البيتا أميلويد وبتقلل من النسب بتاعتها في المخ بتاع الناس اللي عندهم زهايمر. طب هل هم جربوه على الناس؟ يعني في النتائج اللي هم اظهروها دي جربوه فعلا على ناس عندها الزهايمر؟ فعلا هم كانوا بيتكلموا على تجربة سريرية عملوها على 1800 شخص في المراحل الأولانية خالص من مرض الزهايمر، والناس دي فضلت تاخد الدواء لمدة 18 شهر. قارنوا ما بين الناس دول وناس برضو في المراحل الأولانية من الزهايمر اللي ما كانوش بياخدوا العلاج، وكانوا عايزين يشوفوا هل العلاج حسن من الأعراض بتاعة المرض ولا لا. ولقوا إن فعلا الناس اللي بتاخد العلاج في تحسن بنسبة 27% بالنسبة للتدهور بتاع الذاكرة والتفكير وقدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية. ودي حاجة عكس الدواء اللي قبل كده كان متوافق عليه أديوهالم، اللي هو بس كان بيبص هل تكتلات البروتين قلت ولا لا. لكن المرة دي هم مش بس لقوا ان تكتلات البروتين قلت، لكن كمان لقوا ان الأعراض اتحسنت. فدي أخبار جميلة جدا للناس اللي عندهم زهايمر. هي طبعا اخبار جميلة جدا، بس رقم 27% ممكن لما حد يسمعه يقول يا دي نسبة صغيرة جدا من التحسن. فعلا عندك حق، هي نسبة قليلة. يعني أتمنى إن مستقبليا الشركات تقدر تطور أدوية تحاول تحسن من النسبة دي أكتر، بس لغاية دلوقتي ده يمكن أحسن علاج موجود. مش بس بيقلل التكتلات لكن كمان بيأثر على الأعراض. بس أنتي معاكي حق، هم العلماء اللي في الشركة كانوا طلعوا في الأخبار وقالوا إن هم متوقعين إن الدواء ده خلال آخر السنة الجاية 2023 ممكن ياخد موافقة من منظمة الدواء الأمريكية ال FDA. ده حلو جدا، ده خبر جميل قوي للناس اللي عندها الزهايمر والاسر بتاعتهم، وان شاء الله يكون في شفاء لناس كتير بإذن الله. يا رب إن شاء الله. بس هم طبعا ما زالوا مكملين في الأبحاث بتاعتهم، لأن الشهر اللي فات في مريض توفى وهو على العلاج، والشهر اللي قبليه برضه في مريض توفى وهو على العلاج، وفي الحالتين كان سبب الوفاة إن حصل نزيف في المخ. الدكاترة ما قدروش إن هم ينقذوا المريض قبل النزيف ما يؤدي لحالة الوفاة. فطبعا ما زالوا مستمرين في الأبحاث بتاعتهم علشان يشوفوا هل الوفاة دي كان سببها فعلا إن المريض على العلاج ولا سببها حاجات تانية. كان كده كده هيتوفوا سواء كانوا على العلاج ولا لا. فربنا يسهل إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا رضوى على المعلومة اللي شاركتيها معانا. ميرسي يا جميلة، أشوفك بقى الحلقة الجاية. ان شاء الله. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.